هتتحبس مدة من 6 شهور لسنتين لو هددت تحدي إلكتروني. تعال نشوف. مجرد التهديد على الواتساب او الفيسبوك يعتبر جناية. ايوه، القانون بيتعامل مع التهديد المكتوب او المسجل على السوشيال ميديا والتطبيقات زي ما بيتعامل مع التهديد وجها لوجه. طيب ايه هو التهديد قانوني؟ التهديد هو اجبار شخص على فعل شيء او منعه عن فعل شيء باستخدام تخويفه بالقتل او بالاذى او بالفضيحة، سواء كلام مباشر او تسجيل صوتي او رسائل نصية. طيب التهديد على الفيسبوك او الواتساب، التهديد اللي بيتم الكتروني عموما يعتبر جريمة مكتملة الاركان وبيتحاسب عليها بموجب المادة 327 من قانون العقوبات. بينص على المادة دي ان كل من هدد شخص غير كتابة او شفهية بارتكاب جريمة ضد النفس او المال يعاقب بالحبس، والعقوبة بتزيد لو كان التهديد مصحوبا بطلب قصد ارهاب المجني عليه. النيابة هنا بتتعامل مع التهديد الإلكتروني كأنه ورقي أو صوتي. الخلاصة إن التهديد بالقتل على الواتساب أو على الماسنجر أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة هقتلك أو هندمك، صورة بسلاح مع تهديد، كل ده ممكن يوديك نيابة أو حبس ومحكمة جنايات. طب العقوبة بتبقى من 6 شهور ل3 سنين. طب لو التهديد كان علني أو فيه ابتزاز ممكن العقوبة توصل ل5 سنين. اعمل لايك وشير عشان الناس تفهم هي بتعمل ايه. سلام.